في ناس ربنا خلقهم بعقل شغال زيادة عن اللزوم. دماغهم ما بتقفش، يفكر في كل الاحتمالات، حتى الحاجات اللي نسبة إنها تحصل ضعيفة جدا. يفتكر مواقف قديمة ويربطها ببعض، ويفضل يسأل نفسه أسئلة ملهاش إجابة واضحة. تحاول تطمن نفسك، بس دايما في سؤال صغير مزعج: طب ولو حصل؟ غالبا العقل ده اتكون بسبب صدمة أو خيبة حصلت زمان. كنت مطمن وفجأة اتأذيت. من ساعتها دماغك قال: أنا لازم أفضل صاحي، أحسب كل حاجة وما سيبش نفسي أتعرض للأذى تاني. وده منطقي، بس المشكلة إن التفكير بالطريقة دي ملوش آخر وبيستنزفك. الحقيقة إنك مش هتعرف توقف التفكير بالعافية، كل ما تحاول تمنعه يزيد. الأحسن إنك تعترف إن الأفكار دي موجودة وبعدين تحولها. بدل ما تفضل محبوس جوه دماغك، انزل عيش حياتك. العقل بيحب يشتغل، ولو ما شغلتوش بحاجة مفيدة هيشغل نفسه بالقلق. عشان كده الحركة مهمة: رياضة، نزول، كلام مع ناس، تغيير مكان. راقب نفسك، إمتى التفكير بيزيد؟ قبل النوم وانت فاضي؟ وعدل يومك على الأساس ده. ظبط نومك وخفف الضغوط اللي عليك قد ما تقدر. المهم تفهم إن مش كل فكرة محتاجة إجابة. في أفكار ملهاش حل، والحل الحقيقي إنك تواجهها من غير ما تخاف. تقول لنفسك: ماشي، الفكرة موجودة بس أنا مكمل. لازم توصل لمرحلة تقول فيها: أنا مش متحكم في كل حاجة وربنا موجود. الحرص الزيادة مش ضمان أمان، هو بس محاولة. زي اللي سايق على طريق سريع وماشي ببطء شديد عشان يبقى آمن، ممكن يتخبط برضه. الأمان مش في الهروب، الأمان في الشجاعة. بص للفكرة في عينها وقول: حتى لو حصل هتصرف، أنا مش خايف.